أهلين بكم بفيديو جديد. الفيديو اليوم مثل ما تقرون بالعنوان هو أشياء مزعجة يقولها الأمهات أو الآباء. طبعا الفيديو للضحك فقط، فلا تفهمون الفيديو غلط، لأنه أكيد أكو هواية أشياء مزعجة إحنا نقولها للأهل. إذا هذا أول فيديو لكم تشوفوه على القناة لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك أو السبسكرايب حتى تشوفون الفيديوهات الجاية. وبلا ما أطول بالحكي خلونا نبدي بأول شيء. تعرفون من تاخذون درجة عالية بالصف وتكونون كلش فرحانين وتروحون البيت وانتوا تريدون تتفخرون بيها وتقولون لأهلكم أخذت فلان درجة، وبعدين يجي هذا السؤال: شو وحدة بعد أخذت نفس درجتك؟ ليش؟ بس أريد أعرف ليش. بس لأنه أكو هواية غيرنا ماخذين نفس هاي الدرجة مو معناتها أنه درجتنا إحنا أقل قيمة. فهذا السؤال كلش مزعج، وهذا هو اللي يجرنا للنقطة الثانية اللي هي المقارنة. الأهل يحبون يقارنون بشكل مو طبيعي، يحبون يقارنون أبنائهم بغير أبناء بشكل مو طبيعي، وأحسن ناس لهذا الشيء هم الأخوة. يعني أهلك راح يقارنوك بأخوتك بأي شيء تسويه. أختك أخذت 100%. إذا ما عندك أخوة تقولين هسه أنا ما عندي أخوة، ما خلصت بيها. الجيران، صديقاتك، المشاهير، أي وحدة، أي واحد، ما راح تخلصين من السالفة. صديقتك ريهان هسه راح تتخرج، بنت جيرانتنا أخذت 200%، مو بس 100%. حتى سيلينا جوميز أحسن منك بالإنجليزي. من يكون أكو تجمع عائلي وتجي هاي الجملة تتذكرين من تجي هاي الجملة أنتي تعرفين بعد هاي هي السالفة ما راح تخلص. هاي القصة راح تطول ساعات وساعات، والمشكلة كل اجتماع عائلي القصة نفسها تتكرر. من تسوين شيء أو قاعدة تكتبين شيء أو أي شيء تجي أمك أو أبوك ويقول هاي الجملة: لك أني من كنت بعمرك إيه يابا افتهمنا، زمانكم كان كل شيء أحسن وأنتوا هم كنتوا أحسن، فماكو داعي تقولون هاي الجملة، ماكو داعي، احنا نعرف هذا الشيء، ماكو داعي. نجي للجملة الأكثر إزعاجا واللي كل الأهل يقولوها، واللي هي 24 ساعة قاعدة قدام الموبايل والتلفزيون واللابتوب. قبل كنا نحكي مع بعض. ويعني هذا الشيء واصل للدرجة إذا تقولين لأمك إيدي دا توجعني، عيوني دا توجعني، رجلي دا يوجعني، الجواب هو واحد. الجواب يعني ماكو غير هذا الجواب، ماكو غيره، كله من وراء هذا الموبايل. ونصيحة: أبد لا تسألين أهلك ما عندي شيء أسويه، ما شو أسوي يعني غير الموبايل، لأنه أكيد راح يجيك واحد من هاي الأجوبة. قومي غسلي المواعين، قومي نظفي الشبابيك، قومي صفتي الكانتور، قومي اقري. وصدقوني ما حد يريد يسوي هاي الأشياء بوقت الملل. من أنتي صديقاتك تريدون تسوون شيء بس أمك ما تتقبل أو أبوك، وتقولي بليز أنا هم أريد أروح وياهم، أنا هم أريد أسوي هذا الشيء، يجيك هاي الجملة. إذا صديقاتك يزتون نفسهم من البرج أنت هم هيك تسوين، بس إذا أنت تسوين شيء غلط راح يجيك هاي الجملة: شوفي صديقاتك شلون وأنت شلون، بس أريد أعرف ليش ما تصيرين مثلهم. من يقولون أهل هذا الشيء أنا يعني ما أفهم هذا الشيء، لأنه كلنا نفس الشيء، هم الأهل بس ما يعرفون، لأنه إحنا كلنا نعرف من صديقاتنا يجون عندنا، فهم مو مثل ما الأهل يعتقدون، هم مثلنا بالضبط. إذا تريدين تسبقين جدران البيت أو تضيفين أي شيء لغرفتك أو أي شيء وأمك ما تقبل، فتقول: شوفي أقول لك، ما طول أنتي ساكنة تحت سقف بيتي ما تسوين شيء بالجدران، الجدران تظل مثل ما هي، افتهمتي؟ ماكو. بس خلي يجي وقت التنظيف راح تتغير الجملة تماما وتصير: ولك قومي نظفي شوية، هذا مو بيتك، انتي مو هنا ساكنة، هذا مو بيتك يعني بس بيتي يعني. من تكونين تناقشين شي ويا أهلك وينطون فد سبب أو شي وانتي تسألين ليش، راح يجي هذا الجواب أكيد 100%، لأنه أنا هيك دا أقول. هذا الشي طبعا أبدا مو عادل. يعني تخيلي انتي تقولين هيك لأهلك وبهاي اللحظة راح يجي هذا الجواب: ولك احنا هيك ربيناك أنا وأبوك، أو هذا الجواب: بس خلي يجي أبوك للبيت حتى أحكي له. يعني المناقشة معهم أبدا مو عادلة. من أمك تطبخ هواية أكل، ومن تخلصون الأكل يظل بعد هواية أكل اللي ما حد ماكله، تجي هاي الجملة: ولك الأطفال بأفريقيا دا يموتون من الجوع وانتي صحنين ما تقدرين تاكلين. طبعا أنا أفهم هذا الشيء، لأنه أنا هم ما أحب نزت هواية
أكل، لأنه أعرف أكو هواية ناس دا يموتون من الجوع، بس يعني شو نسوي؟ ما أعتقد راح يأثر هذا الصحن الواحد على المجاعة العالمية أو أي شيء. من تريدين تطلعين على مكان وتقولين قايلة لأهلك قبل يوم أو يومين، بس يجي وقت الطلعة وأنت تكونين طالعة، فيصير بك هيك موقف. أوكي ماما أني طالعة. وين؟ يم صديقتي ما قلتلك البارحة. وين قلتي لي البارحة؟ من جدي بالمطبخ اجيت يمك وسألتك وانت قلتي ايه؟ اليوم ما قلتي شي. اليوم ما قلتليش لان قلتلك البارحة، خو ما كل يوم اعيد السالفة. ما يهمني، اللي فات مات، ما طول ما قلتي اليوم ماكو طلعة، اقعدي بمكانك احسن لك، افتهمتي؟ اوف. طبعا هذا شي كلش مزعج، لانه انت قايلتهم من قبل، بس مع ذلك يقولون لا انت ما قلتي شي، او هذاك كان البارح اليوم ماكو. وهذا نكون وصلنا اليوم نهاية هذا الفيديو. اتمنى انه الفيديو عجبكم، ولا تنسون الاشتراك ولايك، وتكتبون بخانة التعليقات كم من هاي الاشياء يقولوا لها اهلكم الكم، لانه صدقوني اريد اعرف كلش فضولية حاليا. ومثل ما قلت بداية الفيديو، اتمنى انه ما تفهمون الفيديو غلط، الفيديو للضحك فقط، والاهل يظلون اهل حتى لو كانوا كلش مزعجين. فيا، ولا تنسون تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي راح احطها بصندوق الوصف، واشوفكم بالفيديو الجاي. باي.